السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده النهاردة. الفيديو النهاردة بناء على طلبكم بعد ما نزلنا الفيديو بتاع الطلبات او الاحتياجات اللي ممكن نحتاجها في ابتدائي، وعملت لكم الكوليكشن بتاع سمر تشا تشا تشا. انا شخصيا حبيت الكوليكشن جدا وفي كذا حاجة فيهم بصراحة رهيبة. لو لسه ما شفتوش الفيديو ده هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو هنا اهوت عشان تقدروا ترجعوا له وتشوفوا الفيديو كده ايه، وتشوفوا ايه الحاجات اللي انتم ممكن تحتاجوها، وبعدين ترجعوا لي بقى في الفيديو هنا بناء على طلبكم. زي ما بقول لكم في الكومنتس هنا قلتوا لي لبنى طب احنا عايزين حاجات الاعدادي احنا داخلين اعدادي، طب اعدادي راح فين؟ ليه ما جبتيش حاجات الاعدادي؟ فجبت لكم شويه حاجات، وبصراحه انا المره دي متحيزه شويه للبنات وجايبه اغلب الحاجه اغلبها بناتي، بس في حاجات عادي تنفع ينفع او تنفع للولاد وللبنات، وفي حاجات في منها الوان يعني زي الازرق والاسود. الحاجات دي بحس ان البنات بتبعد عنها قوي، مش بتحبها، مش عارفه ليه، مع ان انا بعشق انا بجد اهو. انا المقلمه بتاعتي لونها ازرق، بصوا تحفه، انا بحب جدا اللون الازرق، مش عارفه بس في بنات كتير ما بتحبوش. المهم قبل ما ابدا الفيديو، قبل ما نبدا نشوف الكولكشن الجديد اللي انا حطاه هنا، انا عايزه اوريكم الكولكشن بجد كله، لان ايوه ارجع كمان، مش عارف ثواني هرجع كمان اهو. انا كده تمام قوي، انا كده رجعت وظبطت عشان تشوفوا معايا كل حاجه موجوده قدامي على الترابيزه، عشان كل حاجه كانت موجوده هنا. بس قبل ما نبدا ما تنسونيش لايك شير كومنت سبسكرايب لليوتيوب شانل، دوسوا على جرس الاشعارات، ويلا بينا نبدا على طول نشوف الكولكشن اللي انا شايفه من وجهه نظري ان هو هيبقى مناسب للبنوتات الاكبر شويه في اعدادي. يلا بينا. الكولكشن اللي هنتكلم عليه النهارده هو اسمه ساكورا تايم من M&G، وللامانه مش كل حاجه هتكون ساكورا تايم، مش كل حاجه هتكون M&G موجوده على الترابيزه هنا. انا عملت زي ميكس او عملت زي شويه حاجات انا حسيت ان هي لايقه على المود بتاع الساكورا، او لايقه على المود بتاع اعدادي اللي هو الليفل الاعلى شويه، اللي مش عايزين حاجات تكون اوفر بهرجه او اوفر اطفال، لا احنا كبرنا بقينا يعني جيرلز كده كبار، يعني داخلين على مرحله ان احنا نبقى ليديز. فهحاول شويه بصراحه، بس في شويه حاجات بتقلش مننا كده، بتبقى كوتي كده، يعني لازم، ما اقدرش انا شخصيا يعني كبيره اهوت وعندي احمد وبحب الحاجات الكوتي دي. انا طولت قوي في المقدمه بس ما بحبش اطول، بس يلا بينا. اول حاجه هنبدا بيها وهي هذا القمر. تعالوا نشوف اول حاجه هنبدا بيها من كولكشن ساكورا تايم، وهي الكوبايات بتاعه الاقلام. انا حبيت من المره اللي فاتت فكره ان احنا يكون عندنا اورجنايزر للمكتب، او يكون عندنا مكان كوبايه اقلام نحط فيها الاقلام. انا بصراحه حبيت الفكره دي، وخليت يلا بينا نعمل سلسله تكون فيها ازاي ننظم الحاجه بتاعتنا وننظم الدنيا بتاعتنا، فلازم يكون معانا كوبايه اقلام. كوبايه الاقلام ديت من ساكورا تايم، زي ما انتم شايفين جاي منها لونين، لون البينك واللون الابيض. هي جايه وفيها الزخرفه اللي عليها بتاعه الورد، وعايزه افتحها حتى دلوقتي معاكم اوريها لكم. هنا بصوا الشكل المشنشر ده هنا كده، بس هي شكلها حلو، مساحتها كويسه يعني تقدر تستوعب اقلام كتير. عايزه اخد يعني بصوا هنبقى نتكلم عليهم بعدين، يعني هرتبهم تاني دلوقتي حالا ما تقلقوش، بس بصوا كميه الاقلام اللي هتاخدها، بصوا ولسه تاخد اكتر. بصوا كميه الاقلام والله تاخد كمان، استنى اهو، هي تاخد القلم ده ما تقولش لا اهو. بصوا كميه الاقلام تقدر تاخدها، وخدوا بالكم القلم ده تخين، يعني احنا هنتكلم عليه دلوقتي بس القلم ده تخين وكبير، بس بصوا تقدر تاخد كميه اقلام كبيره وحلوه. فرشحت لكم الكوبايه الاقلام دي ان هي دي تبقى اول حاجه ان احنا نظبط بيها المكتب بتاعنا ونروق عليها كل الاقلام اللي عندنا، سواء اقلام كانت عندنا قبل كده اقلام هنشتريها مفيش اي مشكله. تاني حاجه ارشحها لكم في الكوليكشن دوت، هي مش من كوليكشن ساكورا تايم، مش من M&G اصلا، بس بصراحه انتوا مش متخيلين المقلمه دي انا لما شفتها حبيتها ازاي. تعالوا اوريها لكم عن قرب. الاول عايزه اقول لكم ان الماتيريال بتاعتها رهيبه، والسعر بتاعها ولا في الخيال بجد. انا لما عرفت سعرها انا ما صدقتش، بجد ما صدقتش نفسي. حاجه بالكواليتي دي، الخامه من بره ومن جوه تحفه. تعالوا بقى نشوف الشكل بتاع المقلمه عن قرب. المقلمه بيجي منها لونين، لون بينك ولون ازرق، ليها سوستتين، سوسته صغيره وسوسته
سوسته كبيره، وهتشوفوا دلوقتي وانا بطلع الفل اللي جواها حجم المقلمه من جوه عامل ازاي، وتقدر تشيل اقلام قد ايه. بصراحه المقلمه حلوه جدا، بيزك الى حد ما. لو احنا عندنا شنطه او لو احنا بنحب الثيم دوت، انا بصراحه بحب الحاجات المخططه. يعني بصوا شوفوا انا لابسه حاجات مخططه انا بحب الحاجات المخططه، الكارو او حتى مخططه بالطول، مخططه بالعرض، انا بحبها قوي، وبحس ان هي بتليق قوي على السن ده وعلى الوقت ده. ففي منها لونين للي بيحبوا كده واللي يحبوا كده. وانا شايفه ان اللون الازرق على فكره يليق ولاد عادي جدا، مع ان انا عارفه ان اغلبيه الحاجات اللي انا عارضاها كلها بناتي، بس المقلمه دي حلوه قوي، اللون الازرق بتاعها حلو جدا ويليق على الولاد. اوكي، الحاجه اللي بعدها وهو الستيكي نوتس. الستيكي نوتس دي انا كنت كلمتكم عليها قبل كده، وانا شخصيا لو هنلف كده يا رب تطلع في الصوره اهي ورايا اهو الشكل بتاع الطياره. تمام، انا شخصيا مستخدمه الستيكي نوتس ده، رهيب تحفه، مش قادره اوصف لكم قد ايه هو حلو، والماتيريال بتاعت الورق حلوه جدا. انا بصراحه استخدمت معاه اقلام جاف، وهو ينفع نستخدم معاه اقلام جل واقلام حبر كمان، بس انا شخصيا استخدمت معاه اقلام جاف. حلو قوي، بيجي 30 ورقه للشكل الواحد، كلهم اشكال بتاعت الثيم بتاع ساكورا. ولو انتوا فاكرين كان في الفيديو بتاع الستيكي نوتس انا كنت كلمتكم عنه بالتفصيل بالظبط، هسيب لكم اللينك هنا بتاع الفيديو بتاع الستيكي نوتس عشان برضو ترجعوا له، عشان في الفيديو ده في حاجات حلوه قوي هتناسب اعدادي اكتر من اللي انا هتكلم عليها النهارده. انا هتكلم على حاجات تانية غير اللي اتكلمت عنها في الفيديو ده، فارجعوا للفيديو دوت شوفوه وبعدين تعالوا لي تاني. لو انتوا رحتوا للفيديو ورجعتوا لي فاكيد شفتوا الستيكي نوت ده كمان من ساكورا تايم، وده ستيكي نوت بيزك. هما بيجوا 100 ورقه ومنه لونين فقط، اللون الاخضر واللون الموف. الوانهم مريحه جدا، الوانهم باستل حلوه. الورق زي ما قلت لكم تقريبا 70 جرام، بصراحه تحفه. انا مش هتكلم عن الستيكي نوتس كتير عشان انا كنت كلمتكم عليها زي ما قلت لكم في فيديو فات، فضروري ارجعوا للفيديو بتاع الستيكي نوتس، هيفيدكم جدا جدا جدا. الانواع دي وانواع اكتر، حتى مش لازم يكون بنفس الثيم بتاع ساكورا تايم ويكون ورد لا، الفيديو مليان تقريبا 77 نوع ستيكي نوتس، اكيد هتحتاجوا نوع فيهم. نيجي بقى لاكتر حاجه بصراحه لذيذه قوي وعجباني. هذا المنتج هو الكوريكشن تيب او الكوريكتور الشريط. زي ما قلت لكم في الفيديو برضو اللي فات بتاع الحاجات بتاعت ابتدائي، لو انت بقى في اعدادي فانت لازم خلاص انت بتعرف تستخدم الكوريكتور الشريط. لو مش بتعرف تستخدم الكوريكتور الشريط فانت لازم تتعلم تستخدم الكوريكتور الشريط. بجد يا جماعه نظيف حلو، هيسهل علينا حياتنا، بجد انا بحب الحاجه اللي تسهل علينا حياتنا. المهم الكوليكشن دوت هو مش من ساكورا بس حلوه قوي وعليه رسومات انمي. I hope I say it right عشان انا من الناس اللي بتحب الانمي، وسبيشالي لوفي، عشان في ناس كانوا علقوا على الموضوع ده في فيديو قالوا لي ايه ده احنا اخيرا لقينا حد بيحب لوفي. Yes I love him so much. So عليهم شخصيات انمي، وانا مش عارفه شخصيات الانمي ديت يعني هل ده اوريدي انمي موجود ولا هي جاست كاركترز من الخيال هم عاملينها M&G. هو من ماركه M&G باي ذا واي. والكوريكتور الواحد بيجي 20 متر. عايزه اقول لكم ان هو تقريبا ما يتخيرش ولا يفرق عن الكوريكتور بتاع سامر تشا تشا تشا، ما يفرقش تقريبا عنه حاجه غير بس في الشكل الخارجي واللون. يعني الاثنين نفس الكوريكتور، يعني هو بصراحه يعني ما فيش ايفورت مبذول في الموضوع ده غير ان هو عامل هنا سامر تشا 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 وهنا كاركترز انمي، عشان زي ما بقول لكم خلاص احنا ليفل اعلى. دي شكلها اطفالي كيوتي شويه، دي شكلها احنا كبار بنتابع انمي بنحب الحاجات دي. جاي منهم 4 الوان، الاخضر والازرق وبيربل وبينك، بصراحه كلهم احلى من بعض والاشكال بصراحه بتاعتهم لذيذه. فقولوا لي في الكومنتس هل هي دي هل ده انمي اصلا موجود ولا دي كاركترز من وحي خيال M&G. كمان الحاجه اللي بعدها هوريها لكم كيوت قوي بجد والله، كيوت جدا، صغننه، ميني هايلايتر. اتس ميني هايلايتر. بصوا مقاسه قد ايه بالظبط، قد الصابع ويمكن اصغر، والله اصغر من الصابع. حجمه يا الله تقريبا عقلتين صباع، يعني بالظبط كده عقلتين صباع. المهم الميني كوريكشن تيب دوت بيجي 5 متر بس، يعني هو صغنون حلو، ومن ساكورا تايم. ده من الكولكشن بتاع ساكورا تايم، لذيذ وحلو. وعلى فكره عايزه اقول لكم ان انا كنت جربته قبل كده، لو انتم متابعيني جربت انا في فيديو قبل كده الكوريكشن تيب دوت. حلو بشكل مش طبيعي بصراحه، يعني كيوت قوي. انا يعني
مش عارفه لو انتوا بتحبوا الحاجات الصغنططات فانتوا ممكن يناسبكم الكوركشن تيب ده. لو انتوا مش بتحبوا الحاجات الصغنططات فانا مش عارفه بصراحه. يعني انا شخصيا بحب الحاجات الاكبر شويه زي مثلا بتاعه سمر شاتشا او اللي هم الكوركشنز تيب اللي موجودين في الكوليكشن اللي انا عاملاه هنا دوت. مش عارفه بس انا شخصيا مش بحب قوي الميني ده، يعني صغنونه قوي، صغنونه جدا بس كيوتي. يعني البنوتات الصغننات اللي ايديهم لسه صغنونه هيحبوا قوي الكوركشن تيب ده. انا لسه ما خلصتش الكوركشن تيب. بصوا الكولكشن اللي انا عاملاه المره دي والفيديو النهارده فيه كميه كوركتورز كتيره. ده يعني نقدر نقول اخر نوع فيهم هو بيجي منه لونين، هما بيجي علبتين كده. انا لقيت منه لونين بس تقريبا على فكره انا لقيت منه 3 الوان، بس انا لما عملت الفيديو دلوقتي بصور الفيديو جبت لكم لونين، الازرق والبينك. هو بيجي 10 متر من كولكشن ساكورا تايم تشيري بلوسم اند فول بلوم. بصوا هو الستايل اللي بقول لكم عليه. بس لما نيجي بقى نفتح العلبه نفسها ونشوف الكوركشن تيب من جوه هنلاقيه شبه الجلو تيب بتاعي اللي انا جربته في سمر شاتشا، اللي هو الغطا منه فيه، يعني مش غطا منفصل تفكه، لا هو الكوريكتور نفسه فيه غطا منه فيه. هنيجي نجربه، والصراحه انا حبيت ان انا اجربه على النوت بتاعتي، مسكته وجربته كان حلو قوي، وحبيت ان انا اعمل مقارنه ما بينه وما بين سمر شاتشا. تقريبا مفيش فرق في اللون، يعني هو يمكن افتح منه شويه، تحسوه على ابيض شويه، على ابيض اكتر بصراحه، بس فرق يعني بسيط جدا لا يذكر. انا بصراحه حابه ان انا اعمل فيديو، قولوا لي في الكومنتس لو انتوا عايزين، حابه ان انا اعمل فيديو يكون مخصص فقط للكوركشن تيب. يعني انا عشان انتوا طلبتوا ان انتوا عايزين كولكشن يكون حلو للاعدادي، فانا دورت وعملت لكم كولكشن لاعدادي. بس انا بصراحه انا شخصيا اللي حابه ده، بس لو لقيت تشجيع منكم هعمله، نعمل حلقه كامله فيديو كامل للكوركشن تيب ونقعد نجرب كل الانواع ونشوف اذا كان بتكتب عليها، يعني بعد ما نحطها تكتب الاقلام الجاف والحبر والجل والفاين لاينرز وكل انواع الاقلام اللي عندي نجربها عليها. انا حاسه ان هو هيبقى فيديو مشوق وممتع in the same time. نيجي بقى للحاجات المهمه اللي بنحتاجها في الدراسه، وهي الاقلام الجاف، خصوصا الاقلام الجاف اللي بتكون كذا لون. القلم الواحد بيكون كذا لون. المجموعه دي مش من ساكورا بس نفس الثيم، فيها ورد الكوليكشن ده لذيذ قوي، جاي منه 4 الوان، بينك وفوشيا موف ازرق. واللون الازرق صدقوني انا والله عارفه اغلب البنات ما بتحبش تستخدم اللون الازرق، ما اعرفش ليه، بس هو عليه ورد. انا بصراحه مش عارفه هل في ولاد ممكن تفضل الاقلام دي ولا لا، اي دونت نو، بس الشكل الخارجي ممكن ما يشجعش الولاد ان هي تجيبه. ال4 اقلام لذيذه جدا والالوان بتاعتها حلوه، وقررت ان انا اجربها على النوت بتاعتي من كولكشن 4 سيزونز، والنوت بتاعتي على فكره هي شكل سبرينج، وهجرب عليها الاقلام الجاف ال4 الوان جرين ريد بلاك بلو. خطه حلوه جدا، درجته 0.7 متوسطه للناس اللي بتحب الخط ما يكونش تخين ولا يكون رفيع، الخط المتوسط. فالصراحه انا انصحكم بالاقلام دي، هتعجبكم جدا جدا جدا. حاجه مهمه جدا في الاقلام ديت ان فيها جريب او كاوتش في الاول، ده معناه ان الكتابه بتاعتنا هتبقى سهله وسلسه ولذيذه، وممكن نكتب بيها فترات طويله من غير ما توجعنا او تألمنا الحته ديت واحنا بنكتب. عشان الصراحه انا دايما لما بجرب الاقلام دي عندي اكسبيرينس بشعه من وانا صغيره. كان عندي الجزء ده كان يوجعني جدا عشان كنت بستخدم الاقلام لفترات كبيره، ما كنتش لسه عندي الخلفيه دي وهذه الخبره مع الاقلام ومجال الاقلام. بس انا دلوقتي بنصحكم عشان ما تقعوش في نفس غلطتي. بصراحه الاقلام دي حلوه جدا، والفكره او الميزه اللي موجوده بتاعت الجريب دي بصراحه بتدي ادفانتج للقلم بالنسبه لي، ان هو ده اللي انا اشتريه مش حاجه تانية. طيب دول اقلام جاف ما كانوش من كولكشن ساكورا تايم. حلو، جبت لكم بقى اقلام جاف 4 لون من كولكشن ساكورا تايم، وده من وجهه نظري احلى كتير. ليه احلى كتير؟ عشان الناس يا جماعه اللي بتحب السن الرفيع اللي زي حالاتي هيحبوا ده اكتر من اللي فات. بس لو انت بتحب الخط تخين فانت اكيد هيعجبك اللي هو النوع اللي فات اللي قبله، اللي هم الاقلام دي ال4 الوان. اللي من ساكورا تايم جاي منه 3 الوان، لون على ازرق، لون على سيمون كده او بينك، واللون الثالث شفاف خالص وعليه الورد بتاع الساكورا، ورد الساكورا. انا حبيت بشكل اللي هو الشكل الشفاف ده. بصوا انا بحب الحاجه المختلفه، الحاجه اليونيك. يعني الالوان دي اوريدي موجود منها، هي مش وحشه طبعا، جميله جدا وانا احترم ذوق اي حد، بس انا احب الحاجه اللي تكون سبيشال. يعني انا لو ماسكاها في الفصل او ماسكاها في الدرس او في الكورس او في وات ايفر في المكان اللي انا فيه، هحس ان في ناس بتبص على الحاجه اللي معايا او الاقلام اللي معايا مبهوره
مبهوره بيها. كمان زي الكوليكشن اللي فات، من اهم مميزات القلم نفسه ان في جريب او كاوتش في الاول هتسهل علينا مسكه القلم ونقدر نكتب بيه لفترات طويله. جربت برضو الاربع الوان بتوعه ورهيب يا جماعه. انا عشان بحب الخط الرفيع فمعجبه جدا بدرجه القلم دوت، حلوه جدا، رهيبه، شكل مضمون، كل حاجه. لو بتحبوا ال5 من 10 انصحكم بالكوليكشن ده، لو بتحبوا 7 من 10 انصحكم بالكوليكشن بتاع الكولد براو. الحاجه اللي بعدها من كوليكشن ساكورا تايم، وهي استيكه جاي منها لونين، الابيض والبينك او اللي هو السيمون الفاتح دوت. المهم لو انتوا بقى بجد متابعين مخلصين جيدين منذ فتره، مثلا من سنه، يعني لو متابعيني من سنه او اكتر شويه صغيرين، سنه وشهور، هتعرفوا ان انا اتكلمت عن الاستيكه دي. بدليل دي نفتح المقلمه بتاعتي اللي مليانه استيكات، هتلاقوني عندي الاستيكه بتاعتي اهي من ساكورا تايم، وهتبقوا فاكرين ان انا قلت لكم ان دي من احسن الاستيكات اللي انا قابلتها وشفتها وجربتها لحد دلوقتي. ليه بقى؟ هجربها معاكم تاني عشان اوريكم ازاي بتشتغل الاستيكه دي. في العادي اي استيكه بيكون ليها داست، او اللي هي الجزء لما بنمسح بيطلع منها العفره الفظيعه اللي بتطلع دي وتبقى ماليه الكراسه. تعالوا اوريكم ساكورا تايم خصوصا الاستيكه دي بتبقى عامله ازاي. ما بتطلعش اي داست على الاطلاق لما تيجوا تشتغلوا بيها وتمسحوا بيها، بل بالعكس هتلاقوا الداست اتجمع كله كانه عمل رول كده، وتقدروا بمنتهى السهوله تشيلوها وترموها. مش هتبهدل الكراسه، مش هتبهدل لنا المكان. عشان كده انا بنصح بيها سواء كنتوا في اعدادي او حتى اصغر من كده، الاستيكات دي هتنفعكم جدا جدا جدا. كمان من الاستيكات اللي كنت اتكلمت عليها بس انا الصراحه مش لاقيها دلوقتي، مش عارفه هي تايهه مني فين، تقريبا احمد ضيعها لي، من الكوليكشن بتاع كولد براو برضو اللي هو في الورد وكده، ليها جزء مشطوف. تمام، الاستيكه دي كان ليها جزء مشطوف، وانا الصراحه حابه بما ان الموضوع الاستيكات اتفتح ان انا اسيب لكم اللينك هنا بتاع الفيديو بتاع 80 نوع استيكه. فيديو بصراحه عايزه اقول لكم ان النهارده الفيديو عباره عن فيديوهات جوه بعض وكميه انفورميشن ومعلومات. بصراحه انا شايفه ان هي هتنفعكم قوي 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 الفتره اللي جايه. الاستيكه دي برده كانت من احسن الاستيكات اللي انا كنت جربتها، حلوه جدا، خصوصا الايدج اللي موجود فيها دوت عشان يجيب الاماكن الرفيعه او الحتت الرفيعه، خصوصا لو احنا بنرسم او بايه يعني بنعمل بورتريهات او كده. بصراحه حلوه جدا جدا، تنفع اي وقت، اي سن، اي عمر. بصوا بقى، الاستيكه دي عامله قلق وقلبان اونلاين. في منها 5 الوان، يعني انا دلوقتي جبت لكم منها 5 الوان. الاستيكه اللي على شكل كاتر، اوكي، ده شكلها هي من M&G. في كذا اديشن ليها، انا عايزه اقول لكم ان ده الاديشن اهو بتاع ساكورا. حلو، يعني هم M&G نفسهم عاملين كذا اديشن. ده الاديشن بتاع ساكورا، ده اديشن تاني لوحده خالص. مش عارفه كان في اديشن تالت لونه ازرق بس انا ما لقيتهوش، يعني انا لقيت له صوره بس انا ما عرفتش اجيبه. بصوا جاي منها حاجات كتير والوان كتير. الاستيكه دي قلب الدنيا، وانا شايفه ان انا لو عملت عنها ريفيو دلوقتي في الفيديو ده ابقى انا ظلماها. فبجد هستنى منكم في الكومنتس، يمكن ده اول فيديو هعمله بعد الفيديو ده، ان احنا نجرب الاستيكه دي سوا مع بعض. الاستيكه اللي قلبه الدنيا اللي شبه الكاتر. بصوا هي اساسا بتضغط هنا كده تطلع سلايد لفوق، هي شكلها جامده وجباره وفظيعه وهتعجبني وهاخد كل الالوانها. انا عارفه نفسي، عندي مقلمه مليانه استيكات وبرده هاخد الاستيكه دي، انا عارفه نفسي. نيجي بقى لحاجه من الحاجات اللي مهمه بالنسبه لي في اعدادي. بحس ان احنا بقى خلاص مش حابين ان احنا نستخدم اقلام رصاص. يعني زي ما انتم شايفين انا ما جبتش اقلام رصاص عاديه خالص في الكوليكشن ده. انا شخصيا وانا في السن ده ما كنتش بحب ان انا استخدم اقلام رصاص عاديه. خلاص بقى انا كبيره، انا دلوقتي استخدم قلم سكرو والسنون بتاعته كمان عادي يعني. فجبت لكم نوعين. اول نوع هنبدا بيه وهو من كوليكشن ساكورا تايم، اوكي، بيجي منه 3 الوان، بينك، سيمون وازرق. الصراحه لون السيمون خطير يا جماعه، يعني بصوا البينك حلو وبنوتي وخالص كيوتي وكده، بس لون السيمون او ماي جاد اميزنج وان. بصوا بقى ده شكله، وكمان في الجريب او الكاوتش اللي بقول لكم عليهم عشان تعرفوا ان انا لما بجيب لكم حاجه بيرفكت. درجته 0.5، ما لقيتش منه درجات تانية الصراحه، في منه 0.5 بس. جربت الخط بتاعه وانا بكتب بيه على النوته بتاعتي، انا انبهرت، حسيت كده ان السن تقيل والدنيا ماشيه جميله. جيت ارجع ابص لقيت ان مكتوب على القلم ان هو 0.5 ودرجه السنون اللي جواه
2B، يعني هو لما تيجي تشتري القلم نفسه السنون اللي جايه مع القلم بتكون 2B، فده معناه ان افضل حاجه لما تيجي تستخدم القلم ده استخدم سنون 2B، ايا كان نوع الماركه اللي انت هتستخدمها بعد كده وتشتريها للقلم السكرو ده هاتها 2B، هتنفع قوي مع القلم ده، والا ما كانوش كتبوها عليها. بصراحه من اكتر الاقلام السكرو اللي انا حبيتها الفتره دي، وعايزه اقول لكم ان النوع اللي جاي اهو اللي جاي بعد ده احلى واحلى كمان. حلو، النوع التاني بقى ده ليه بقول عليه احلى واحلى كمان؟ اولا هو مش من كوليكشن ساكورا تايم، بس هو كده برضو عليه رسومات انمي، اي دونت نو اذا كان ده انمي موجود اصلا برضو ولا لا، وجاي منه درجتين 0.5 و 0.7، قلت حلو ده في منه الدرجتين. بصوا بقى على شكل كل قلم فيهم، هتلاقوا الجريب او الكاوتش اللي موجود في الاول شكله غريب، تحسوها كانها طبقات فوق بعض طبقات فوق بعض طبقات فوق بعض. انا لما مسكت القلم عشان اكتب بيه اكتر قلم مريح انا مسكته في حياتي كلها، ولا تقولوا لي قلم جاف ولا رصاص ولا جل ولا غيره، اكتر قلم بجد مريح جدا في الكتابه. لو دايما تسالوني لبنى احنا عايزين احسن قلم جاف، فكان من الكوليكشن اللي فات بتاع سمر تشا 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 القلم الجاف ده كان رهيب. لو انتوا بتسالوني احسن قلم سكرو يا لبنى ممكن نجيبه، فانا هرشح لكم القلم ده. في منه اسود ابيض موف بينك، في 4 الوان حلوه، في منه 0.5 في منه 0.7 عشان لو انت ما بتحبش الخط الرفيع تحب الخط المتوسط. بس انا الصراحه لما جيت اجربهم على النوت لقيت ان تقريبا الاثنين قريبين قوي من بعض، بس ده مش مكتوب عليه اذا كان هو القلم 2B ولا لا، هو بس مكتوب عليه ان هو 0.5 او 0.7. الراحه نفسها في الجريب وشكل الجريب او الكاوتش اللي موجود في اول القلم، فعلا فعلا ما تفوتوش قلم حلو قوي زي ده. طيب دلوقتي يا لبنى انت قلت لنا على اجمد قلم جاف اجمد قلم سكرو، تعالوا اوريكم اجمد هايلايتر انا شفته لحد النهارده، ومن بعد ما جربته انا اشتريت منه علبتين مش علبه واحده. هايلايتر الترند، الهايلايتر ده فعلا انا شفته كان ترند وما كنتش متخيله ان انا هلاقيه قدامي في يوم من الايام. هايلايتر من ساكورا تايم، هايلايتر من ماركه M&G، 4 الوان. انا هقول لكم درجات الالوان لما نجربها مع بعض عشان انا انبهرت بصراحه. بس الحلو بقى والمميز في الهايلايتر ده ان شكل القلم كانه مستطيل مربع، هو مش المدور العادي اللي احنا متعودين عليه، بس الدرجات بتاعته لذيذه، وحتى الكفر نفسه كل واحد عليه رسمه وعليه كلمه ليها علاقه بالسبرينج والساكورا تايم. تعالوا بقى مع بعض نشوف ونجرب الهايلايتر على النوت. اخضر اصفر بينك اورنج، واللون البينك يا جماعه مش طبيعي، لون اخد قلبي، بيجمنت حلو، درجات ممتازه، والدرجات بتاعته الوان باستل، وانا الصراحه بعشق درجات الباستل، بس انا عمري ما شفت درجات باستل بالحلاوه دي، بجد احلى درجات باستل انا جربتها لحد دلوقتي. انتوا لو متابعيني كويس كل درجات الباستل اللي جربتها قبل كده ما كانتش زي ده ولا عمرها كانت زي ده. بصراحه انا شايفه ان الهايلايتر ده لو انتوا ما جبتوهوش انتوا بجد فايتكم كتير جدا جدا جدا. انا بقول لكم بعد ما جربته انا جبت منه 2، ما جبتش منه 1، ما كفانيش فيه 1، اخاف يخلص من القهوش، يعني بعد ما انزل الفيديو فالناس تشتريه يخلص انا ما القهوش انا ازعل. فلا انا خلاص خدت من الهايلايتر ده علبتين مش علبه واحده. بمنتهى الامانه اقدر اقول لكم ان هو ده هايلايتر الترند لسنه 2025. زي ما كان في الكوليكشن بتاع سمر تشا تشا في جلو ستيك، في برضه لساكورا تايم في جلو ستيك، وتقريبا تحس الاثنين شبه بعض قوي. اول ما تشوفوه تحسوا ان هو الجيلي دوت الجلو ستيك الجيلي، وساكورا تايم جايبين منه لونين بس، لون موف ولون على ابيض كده شفاف، لونه غريب شويه بس لذيذ. العبوه الواحده بتكون 15 جرام، وزي ما عملت في المره اللي فاتت هجرب الجلو ستيك بقطعه ورق برضو الزقها عليها في النوته بتاعتي، وفي اخر الفيديو ان شاء الله هنشيلها ونشوف مدى صلابه ومدى كفاءه الجلو ستيك دوت، وهل بيمسك الورق في بعضه ولا بيفك ولا ايه وضعه. هنشوف ان شاء الله بعد ما اخلص خالص في اخر الفيديو. برضو لقيت لكم دباسه كيوت الصراحه حلوه قوي، شكلها جامد من كوليكشن ساكورا تايم. الدباسه بيجي معاها كمان الدبابيس بتاعتها زي برضو لما حصل في سمر تشا 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 نفس الكلام بالظبط، بس هنعيده تاني في الكوليكشن دوت او مع الساكورا تايم. هي بتيجي معاها الدبابيس بتاعتها، الساعه بتاعتها من جوه تقدر تاخد لحد 50 دبوس. هم مش كاتبين على الظهر بالانجلش هي بتاخد كام ورقه، بس انا شايفه رقم 14
حلو بكذا لغه، صيني وياباني. فشكلها كده 14 ورقه 80 جرام. وزي ما قلت لكم ننقص او يعني لما نقل شويه في عدد الجرامات نزود 5 ورقات بس، نزود 5 ورقات لو الورق 70 جرام، نزود 5 ورقات كمان لو الورق 60 جرام. فخلينا في المتوسط، خلينا في 10 ورقات حلوين قوي. دي حلوه قوي معانا في المكتب، في المدرسه، في المقلمه، هتبقى حلوه قوي وكيوت جدا. الدباسه ما لقيتش منها غير لون واحد بس، هو اللون الاخضر، وفتحتها عشان اشوف شكلها. هي لذيذه خالص وهي دباسه فقط ما فيهاش خلاعه. حطيت جواها الدبابيس وجبت نفس الورقه بتاعتي ودبست زي ما انتم شايفين. هي حلوه جدا وطبعا الدباسه شغاله كويس جدا وزي الفل. والورقه اللي انا كنت جربت عليها هي ورقه 80 جرام وكنت مطبقاها 4، فيعتبروا 4 ورقات 80 جرام. بصراحه الدباسه لذيذه جدا، خطيره، حلوه شكلا وموضوعا. ولو خدتوا بالكم كده من هنا من الجنب تحسوا ان هي شبه الترين، يعني هم حتى كاتبين عليها ترين. يس، شبه الترين، شبه الترين، شبه القطر. شكلها لذيذ قوي قوي قوي. تعمل توت المهم ده كان الدباسه. خلينا نخلص الدباسه عشان لو فضلنا نتكلم على الترين هنفضل توت. نيجي لاكتر هايلايتر مطرقع في الدنيا دي كلها. هايلايتر مش تعرفوا تفرقوا ما بين شكله وما بين الليب جلوس. بصوا اجمد هايلايتر انا شفته السنه دي، اكتر هايلايتر مطرقع السنه دي، هايلايتر من M&G. هو مش من ساكورا تايم بس بجد كوليكشن غريب قوي. في كذا كاتيجوري بيكونوا الوان كده. بصوا يعني ده شكلهم من بره. انا مش هقول لكم دلوقتي تجربتهم الوانهم ايه بالظبط على الورق، بس ده شكلهم من بره. 5 الوان تحسوها كده الوان ايه، باستل. اول ما تشوفوها تحسوا ان هي درجات باستل. واللي بعده 4 درجات بتلمع، موف، لبني، ازرق، اخضر. دي درجات فيها كأن فيها جليتر، فيها فاهمين ليب جلاس فيه جليتر. والليب جلاس اللي بعده الصراحه انا ده لو ليب جلاس انا بحب قوي الدرجات دي يا جماعه بحبها جدا. يا لهوي ازاي ده مش ليب جلاس. اوكي، درجات النود او اللي هي الفواتح دي. بصوا انا مش عارفه، انا شوفوا انا بنوته انا مش عارفه اسامي الدرجات دي، بس بصوا ده شكلهم، دي الدرجات بتاعتهم. شكلهم خطير، شكلهم رهيب بجد. لو اي حد ما يعرفش هيتخدع فيهم، هيفكروا بجد والله ليب جلاس عادي، يعني يفتح كده ويشوف ايه ده هايلايتر. يس اتس ا هايلايتر. فتعالوا هنجربهم مع بعض على النوت بتاعتي من 4 سيزونز، هنجربهم سوا. اول درجات اللي هم ال5 دول زي ما قلت لكم اللي هو الشكل اللي تحسوه او الالوان الباستل، فعلا الى حد ما هي من درجات الباستل. البيجمنت بتاعها حلو بصراحه وتقيل، مش بيجمنت خفيف ومش باستل خفيف، هو متوسط. الدرجات بتاعه النود اللي انا مسميها نود، اوكي، حلوه قوي، تحسوها بينك فوشيا وفي على النبيتي شويه، والاخير كان على بني. نيجي بقى لاخر حاجه وهو الهايلايتر اللي فيه لمعه. انا بجربهم، الدرجه الموف كانت تحفه. جينا بقى نجرب اللبني. انا بصراحه مش عارفه، هو المفروض ان هو بيترج. اوكي يا جماعه اهو بصوا هتلاقوه بيترج عشان تقدروا تنزلوا الحبر. حاولت كتير معاه بس مش شغال، فممكن يكون انا يعني عيب صناعه، مش شرط يكون هو وحش. هو ممكن القلم اللي صدفه جالي ان هو في عيب صناعه، فمفيش اي مشكله، ممكن ابقى اجربه تاني او اجيب اللون ده تاني ونشوف. بس بصراحه كل الدرجات بتاعته حلوه قوي، والدرجه الازرق والاخضر حلوه جدا بصراحه. اكتر لون عجبني في اللي هم بيلمعوا الدرجه اللي لونها اخضر، تحسوا ان هو بصوا فعلا هايلايت. يعني انا بعلم على الكلام. هو والموف يعني حلوين، واللبني والله كان هيبقى احلى بس لو كان شغال. الموف والاخضر بصراحه من احلى اللونين اللي انا جربتهم لحد دلوقتي في انواع الهايلايترز. بصراحه خطير خطير خطير. هايلايتر حلو شكلا وموضوعا، درجات مختلفه. بصوا شوفوا كام درجه، كلهم يعني جميع الاذواق، سواء انتوا بتحبوها لون واحد او الوان غامقه، الوان بجليتر، رهيبه ولذيذه ومطرقعه، وهتخدعوا فيها اصحابكم او هتخدعوا فيها صاحباتكم وانتوا في الكلاس. هيفتكروا ان انتوا معاكم ليب جلاس بس في الاخر هيكتشفوا ان هم معاهم هايلايتر. اخر حاجه معايا زي ما انتم شايفين هو ده شكلها، وفي منها الوان مختلفه. طب انت ليه يا لبنى يعني جايبه دي ان هي اكزامبل للحاجات اللي انت بتتكلمي عليها دلوقتي؟ الحوافظ دي انا عارفه ان في ابتدائي يعني ممكن 5 أو 6 ابتدائي يحتاجوها، بس في اعدادي لازم هتحتاجوها. الحوافظ اللي بتكون شفافه، بصوا تقريبا انتوا شايفيني من ورا الحافظه، بصوا هي بتكون شفافه، وانا بحب الماتيريال دي. في اغمق من كده بس انا بصراحه انا بحب قوي قوي
الماتيريال دي بتبقى لذيذه حلوه وبتستحمل، واظن في منها مقاسات اصغر من كده ومقاسات اكبر من كده، بس اظن اكبر من كده لا، انا جايبه المقاس الكبير ده، المقاس الفلوسكاب ده كبير قوي. في مقاس اصغر من كده يعني مقاسين 3 كمان اصغر من دي، على حسب الاحتياجات بتاعتكم. بس انا بصراحه بحس ان دي حلوه جدا في ان احنا نحافظ على الورق بتاعنا، الشيتس بتاعتنا، خصوصا لو احنا بنروح دروس او بناخد كويز كل فتره، فبنحتاج يبقى عندنا ورق كتير وممكن تجيبوا الوان مختلفه زي ما انتم شايفين، في ليها الوان مختلفه لكل ماده لون محدد، وتبقوا معلمين بقى خلاص دي الماده كذا او دي الماده كذا، بتبقوا عارفين. فانا شايفه ان هي من الحاجات المهمه جدا والضروريه لو احنا في اعدادي، لازم يكون عندنا حوافظ تحافظ على الورق بتاعنا وتعمل اورجنايزد للورق اللي عندنا على المكتب، ما تبقاش الدنيا هيصه خالص. قبل ما نقفل الفيديو هوريكم تجربه الجلو ستيك ومدى ثباته. زي ما انتم شايفين الورقه مش عايزه تطلع من النوته خالص، وده معناه ان الجلو ستيك ده حلو وقوي وثباته ممتاز. وبس كده اكون وصلت لاخر الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا من الكوليكشن بتاع النهارده. هو ميكس ما بين ساكورا تايم وما بين حاجات تانية كتير زي ما انتوا شفتوا، بس تقريبا هي ريليتد او هي تقريبا متعلقه بنفس الثيم او الجو اللي انا عاملاه. اتمنى فعلا تكونوا اتبسطتوا وفدتكم في الحاجه اللي انتوا طلبتوها مني. ما تنسونيش بلايك شير كومنت سبسكرايب لليوتيوب شانل، ودوسوا على جرس الاشعارات. وكمان ما تنسوش لو انتوا حابين اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتس عشان نعملها مع بعض سوا. زي ما انتوا شفتوا اول ما طلبتوا مني حاجه على طول انا عملتها لكم ونفذتها، وان شاء الله الفيديوز اللي جايه كلها تكون كده باذن الله. اي حاجه تطلبوها وتكون متاحه وموجوده قدامي على طول اعملها لكم وننزلها مع بعض. اشوفكم على خير ان شاء الله. فيديوز فلوجز ريفيوهات حاجات كتير 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 في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. يا مساءكم فله او صباحكم فله على حسب الوقت اللي بتشوفوا فيه الفيديو ده. وبس كده، باي باي.